احنا هنا في الحقل الإرشادي رقم 2 اللي تم زراعته من الشتلات المعتمدة الناتجة من محطة إنتاج شتلات في كومومبو. الحقل ده بيقع في مركز كومومبو قرية حجازة. تاريخ الزراعة متأخر شوية يعني، لكن كان في شهر يونيو 2023. وبالرغم من كده يعني احنا حتى هنحاول نوريكم الفرق بين الزراعة التقليدية بالعقل والزراعة بالشتلات. احنا هنبدأ بالشتلات اللي هندخل داخل الحقل، نعد النباتات ونشوف الشتلات عندنا كل شتلة فيها كم نبات. معانا هنا صاحب الحقل، عاوزين يعني نسمع رأيه، يعني يمكن يكون طبعا هو تجربته أفضل، هو اللي زرع هذا الحقل. أنت الحقل زرعته في شهر كام؟ سقناه في شهر 6. سقناه يعني زرعناه في شهر 6 اللي فات، اللي هو بالشتلات. الشتلات جبناه من محطة الشتلات المحاصيل السكرية، وزرعناه في شهر 6. طب أنت إيه رأيك في الزراعة بين الشتلات والعقل، مين الأفضل؟ والله الشتلات أفضل، بيفضل فيها بتاع 20-21 عود. احنا عايزينك تعد لنا كده وتورينا عشان نشوف. ادخل كده عد لنا، بس علي صوتك شوية عشان نسمع. العينة دي بورة واحدة يا دكتور. طب عدهم كده واحدة واحدة ووريهم لي. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فيها 10 بورات. 10 خلاص. 10 عيدان. طيب خش على البورة اللي بعدي. البورة اللي بعد مني. خليك في العدلة. البورة عد. فيها 2 4 6 8 9 10 11. فيها 12 عودة. 12. طيب عد لنا اللي بعديها كمان كده اتعب معانا. هنا تعال هنا. خليك هنا عشان الكاميرا تشوفك. هنا دي. ايوه كده. ها دي فيها غرزة الحد، فيها 8 عيدان. 8 عيدان. شوف لنا غرزة جوا كده داخل الحقل. جوا منين. أربعة 6 8 10 12. فيها 12 عود يا دكتور. كده هو عدل لنا كذا شتلة كذا غزة. الغزة فيها بين 10 و 12. احنا ادينا لك كام شتلة؟ 7000 شتلة. 7000. فاحنا لو اتكلمنا ان الشتلة زي ما بنقول دايما فيها 10، مش هنقول 12 ولا 14، هنقول 10 في 7000 ب 70000. العيدان هنا العود تديك وزن يجيب كام؟ يعني تقريبا بتاعت 2 كيلو 3 كيلو زي كده. لا خليه كيلو واحد بس. كيلو واحد. لو انا عندي العود كيلو واحد وعندي 70000 عود، يعني 70000 كيلو، اتكلم في 70 طن، يبقى كده المحصول كويس. هو طبعا هنا عشان تبقى عارف كان المفروض ان انتوا تعملوا عمليه تربيط علشان الحقل يبقى جيد. لكن انا عندي فرصه هنا ان عندي بجوار هذا الحقل بالضبط حقل منزرع بعقل التقاوي العاديه. هو خلفه اولى وتم حصاده في شهر 2 اللي فات، يعني كده بالضبط عمره 12 شهر. انا عايزك تعد لي كام غزه كويسين، نقي لي غزز كويسه وعدها لي. ها عد. ها 2 5 9 12. فيها 14 عود. ماشي. وعد اللي بعديها دي. دي فيها 3 عواد بس. 3 عواد. وعد لي كمان اللي بعديها دي. دي فيها 4 عواد. طب واللي بعديها؟ بعد منيها فيها 5 بس. واللي وراك دي؟ اللي وراي بسم الله الرحمن الرحيم فيها 5 بس. 5 عيدان. نبص كده هنا لما نقارن يا جماعه، على الرغم من ان الحقل ده عمره 12 شهر كده، لو بصينا فيه
وقارناه بالحقل ده اللي هو عمره تقريبا من شهر 6 لحد دلوقتي حوالي 8 شهور، هنلاقي ان في فرق كبير في المحصول واضح. وهنلاقي ان برضو احنا عدينا بنفسنا هنا، لقينا العدد بين 10 12 14، لقينا هنا 5 و4 و7 و10 او 12. يعني واضح ان في الشتلات الزراعة بالشتلات متفوقة عن الزراعة التقليدية. علشان كده احنا بنطلب من المزارعين ان يتجهوا للزراعة بالشتلات عشان يحصلوا على محصول اعلى.